قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والصلاة على النبي. استبعد المدرب البلجيكي جورج ليكنس المنتخب الوطني الجزائري من قائمة المرشحين للتتويج بكأس الأمم الإفريقية القادمة المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 11 فيفري المقبل بكوت ديفوار. ورغم إشادة المدرب الأسبق للخضر بالمستوى الذي قدمه أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي في الفترة الماضية، إلا أنه بالمقابل لا يرى الجزائر مرشحة لنيل لقب الكان، قائلاً: النتائج الأخيرة توضح أن المنتخب الجزائري ما زال صلباً ولديه الكفاءة، وهو يضم في صفوفه عديد اللاعبين المشهورين عالمياً، وهذا في صالح المدرب جمال بالماضي، والذي أعتقد بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قام بخطوة جيدة بالمحافظة عليه رغم الخيبات الماضية. وواصل التقني البلجيكي الذي أشرف على تدريب المنتخب الوطني سنة 2003 و2017 تصريحاته لموقع وين وين: بالنسبة لكأس أفريقيا القادمة، فإن على لاعبي منتخب الجزائر أن يكونوا أقوياء ذهنياً لإدارة البطولة بشكل جيد، وأظن أن ما حدث لهم في النسخة الماضية سيخدمهم كثيراً في كوت ديفوار. ومع ذلك سأقول بأن الجزائر لن تكون من بين المرشحين لنيل اللقب، ولكنها قد تحدث المفاجأة كما كان الحال في 2019. والسلام عليكم.